الصورة السيلفي اللي شايفينها قدامكم دي خدها الشاب ده وهو ماسك في ايده راس والدته بعد ما خلص عليها بدقايق. وانا عارف ان دي ممكن تكون بداية صادمة جدا بالنسبة لكم، ولكن مش دي التفصيلة الوحيدة اللي هتكون صادمة في قضية النهاردة. تصدقوا بالله والله العظيم وحشتوني، والبنت دي كمان وحشتني علشان ما كنتش باجي هنا كتير. انا عارف ان اجازة العيد ممكن تكون طولت شوية، ولكن باذن الله هزهقكم مني الفترة الجاية. والاهم بقى من ده كله، وقبل ما ندخل في التفاصيل، ما تنسوش تدعوا لاخواتنا ولاهلنا في فلسطين، وكمان ما تنسوش تصلوا بينا على الحبيب. وبسم الله ونبدأ بكهات جديدة. فبراير من سنة 2013 الرعب والخوف بيدبوا في قلوب سكان مدينة نيويورك لما يكتشفوا بقايا جسد واحدة ست متقطعة ومرمية في اكياس زبالة أعزكم الله، ومتنطورة في كذا حتة في حي جنوب مقاطعة برونكس. وده بعد لما محققين الشرطة قضوا الصبح كله في البحث في مقالب الزبالة، بعد لما جالهم اتصال الساعة 4:30 الفجر من حد كان نازل يمشي الكلب بتاعه، وهم بيتمشوا بالليل الكلب ده يلاقي شنطة مرمية على الأرض، يروح عليها ويبدأ إن هو يشمشم فيها، ولما بص كويس جوه الكيس ده يلاقي جواه طرف بشري، وعلى طول يبلغ الشرطة. ولما بقى يكثفوا البحث يلاقوا راس مقطوعة ورجل يمين وجذع وكمان الايد الشمال، والحاجات دي لقوها واحدة ورا التانية في اكياس زبالة ومتنطورين في كذا مكان. وعلى طول اتعرفوا على صاحبة الجسد ده وهي تانيا بيرد، ست عندها 45 سنة، وكانت ل3 ولدين وبنت، وكانت شغالة مساعدة صحية في المنازل. ويكتشفوا ان بعض الاجزاء من جسمها كانت لسه بنفس الملابس بتاعتها اللي كانت لابساها قبل ما يتخلص عليها. الشرطة اكدت ان ابن تانيا واللي اسمه باسيد ماكلين كان مبلغ بالفعل عن اختفائها، وقال ان هو بقاله على الاقل يوم مش عارف يوصل لها، وده كان غير عادي تماما بالنسبة لتانيا. وليه بقى مش عادي؟ لان تانيا عندها ابن تاني اسمه نذير، وده ربنا يشفي ويحافظ عنده متلازمة داون، يعني ما ينفعش تغيب عنه لان الولد معتمد عليها اعتماد كلي. والولد ده وبالرغم من ان عنده صعوبات في التعلم، الا ان قال لعمته كاساندرا ماكلين ان صاحب مامته القديم كان موجود هنا يوم الاثنين، وان دي اخر مرة شاف والدته فيها، وان في الغالب والدته خرجت مع الراجل ده امبارح الصبح. كاساندرا عمته ظنت ان الراجل ده هو اللي ورا اللي حصل لتانيا، وان هو اللي قطعها بالطريقة البشعة دي، لان الراجل ده في التعامل معاها ما كانش احسن حاجة. وكاساندرا نصحت تانيا اكتر من مرة ان هي تبعد عنه لان تصرفاته مش مظبوطة، ولكن تانيا اصرت على معرفتها بيه وقالت لها ما تقلقيش منه، ما فيش منه اي ضرر. وكملت كمان وقالت ان تانيا كانت عظيمة ومخلصة لاولادها، وانها كانت عايشة حياتها حرفيا ليهم. ونيجي بقى دلوقتي لابنها الكبير باسيد ماكلين صاحب 26 سنة. الشرطة بتلاقي على تليفونه صورة لمامته واللي طبقوها بعد كده مع الراس المقطوعة اللي لقوها في الزبالة. ولما راحوا البيت عنده لقوا البيت كله مليان بريحة سوائل منظفة، وكمان لقوا ادوات نحت. ولما بدأوا ان هم يفتشوا الموبايل بتاعه لقوا صورة تانية لوالدته على الموبايل ده، ولكن المرة دي ما كانتش صورة عادية، دي صورة ليه وهو واقف قدام مراية الحمام وماسك راس والدته وهي مقطوعة. الباشا بياخد سيلفي مع راس امه كتذكار، وزي ما انتوا شايفين كان متصور الصورة وهو منشكح قوي الجاحد. وكان في صورة تانية لماكلين ده جنب جسد امه بعد ما خلص عليها. البي طعن امه في رقبتها وبدأ ان هو يقطع اجزاء جسمها ويحطها في اكياس زبالة اعزكم الله. ومع التحريات اكتشفوا ان كان بيكره امه كره شديد جدا، والسبب في ده ان هو كبر في دار رعاية بسبب ان والدته كانت بتكافح من ادمان المخدرات. ولما رجع تاني علشان يعيش معاها كان عنده 18 سنة، واخوه الصغير اللي هو نذير كان عنده 3 سنين. واشتبهوا فيه كمان ان كان بيعامل اخوه الصغير ده بطريقة فيها قسوة شديدة، وكان دايما بيعتدي عليه بالضرب. والكلام ده لما شافوا على جسم الولد الصغير كدمات كتيرة. طيب ليه بقى الهلف ده يعمل كده في عيل صغير؟ لان ببساطة الطفل الصغير ده كان واخد اهتمام زيادة من والدته، وطبعا بسبب التعب اللي عنده. طب يا حبيبي ما انت عشان سليم ومعافى وده طفل صغير وعنده مشكلة يعني. لا معلش بقى، انا عاوز اتدلع وما اتحضنتش وانا صغير. جده بقى اللي هو والد والده قال ان باسيد كان بتاع مشاكل وكان بيعمل كوارث حرفيا. ده وصل بيه الحال في مرة يا مؤمن ان هو ولع في البيت كله، ومحدش كان قادر يسيطر على جنانه ده، وامه نفسها كانت بتترعب منه.
وخصوصا كمان ان كان عليه مراقبه من الشرطه بسبب ان هو اعتدى على 2 ضباط بسكينه كانت معاه. ويقال ان اصل المشكله اللي حصلت ما بينه وما بين والدته ان هي بدات تواجهه بان هو كبر ولازم بقى يبقى راجل ويعتمد على نفسه والكلام الجميل ده. وطبيعي طبعا ده هيلف وصل 26 سنه، فخلي عندك يعني شويه من الاحمر. لا معلش بقى، انا عاوز اتدلع وما اتحضنتش وانا صغير. وطبعا زي ما احنا عارفين ان في امريكا لما الولد او البنت بيوصل سنهم 18 سنه بيبداوا بقى ان هم يستقلوا ويعتمدوا على نفسهم والحاجات دي. يعني المعلم ده متأخر وعايش 8 سنين على قفا والدته. وخصوصا لما تعرفوا ان الثلاثة تانية وباسد ونذير كانوا عايشين في شقة صغيرة جدا وبيناموا كلهم في أوضة نوم واحدة بس. ده غير انها كمان كانت حاسة بالخطر على ابنها الصغير لما يفضل باسد عايش معاهم وهو كل شوية في المشاكل والحوارات بتاعته. ونيجي بقى لتنفيذ الواقعة دي واللي باسد ما عملهاش لوحده. ده كان ليه شريك في التنفيذ وهو صاحبه اللي من نفس عمره واسمه ويليام هاريس. الاتنين راحوا لمحل ادوات كهربائيه اشتروا منشار كهربائي، وبعد كده راحوا اشتروا جوانتيات بلاستيك، وبعد كده رجعوا على الشقه علشان يقطعوا في جسد الست. وبعد ما خلصوا نظفوا البيت كله بالمنظفات علشان ما يبقاش فيه اي اثار دم. وكاميرات المراقبه اللي كانت موجوده في البنايه دي جابت لهم مشاهد وهم بينقلوا شنط كتيره للاسانسير، وبعد كده نقلوا الشنط دي في السله بتاعه التسوق، وبعد كده رموهم في الزباله اعزكم الله. فاثناء الاستجواب بقى مع الاتنين الطبيعي طبعا ان كل واحد بدا ان هو يرمي التهمه على التاني. باسد قال ان هو ساب شقه مامته يوم الاثنين الساعه 3 الفجر وراح يسحب فلوس. المهم لما رجع البيت لقى ان صاحبه ويليام خلص على والدته. وهاريس قال ان باسد هدده انه هيخلص عليه هو واخوه الصغير اللي عنده 6 سنين. طيب هدده في مقابل ايه بقى؟ في مقابل ان هو يساعده ويخفي الجسد بتاع والدته علشان يحل عنه هو واخوه الصغير. بالنسبه للتهمه الثانيه بقى وهو هاريس، فده برضه مش بيصلي على السجاده، يعني ده كان مقبوض عليه قبل كده 12 مره. المهم ان هاريس قال ان قبل ما يروح مع باسد البيت بتاعهم كانوا مع بعض في المترو ووراه صوره الجسد بتاع والدته بعد ما خلص عليها، ومعنى كده ان باسد هو اللي خلص على والدته مش هاريس. وكمل كلامه بعد كده وقال ان باسد اترجاه ان هو يساعده علشان يتخلص من جسد والدته. الله، لا ثواني بقى، ده انا فايق معاك، هو هددك ولا ترجاك يا عم هاريس؟ ففي الغالب كده الاتنين عملوها مع بعض، لان مش منطقي ان حد بره عنه الحوار خالص هيورط نفسه في موضوع زي ده. المهم طبعا اتقبض على باسد وسحبته الشرطه متكلبش في وسط حشد من الناس والجيران. وللعلم ان اخوه الصغير نذير كان موجود في البيت في وقت الواقعه، ولكن الحمد لله ان الولد ما شافش والدته وهي بتخلص عليها ولا شاف اي حاجه من اللي حصلت. ونيجي بقى للمحاكمه بتاعه باسد بدأ ان هو يصرخ ويقول انا ما عملتش حاجة غلط ومش عاوز اي حاجة من حد. وده اللي خلى محامية الدفاع عنه لين كالفاكا تاخد مسار مختلف تماما، وهو انه مريض ومحتاج يتعمل له تقييم نفسي. وتفصيلة صغيرة كده على الماشي عاوز اقول لكم عليها. باسد كان حاضر المحاكمة دي وهو لابس كيس زبالة وما كانش معاه ساعتها اي لبس تاني، وكان اعزكم الله بيتبول على نفسه باستمرار. ومحاميته كمان قالت ان هو بطل ياخد العلاج بتاعه. طيب علاج ايه يا ست الكل؟ لا ما عرفتناش. المحاميه دي من الاخر كانت عاوزه تقنع المحكمه ان باسد مختل عقليا وان هو مش واعي لتصرفاته، واستندت على الفيديو بتاع اعترافه وهو بيقول لو ما كانش عندك الجراءه تقطعهم بعد ما تقتلهم فانت جبان. فهل يعني الكلام ده كلام ناس عاقله وواعيه وفاهمه هي بتعمل ايه؟ في يوم النطق بالحكم بقى بعض افراد اسرته خرجوا عن صمتهم وبداوا ان هم يبعتوا له رسائل. جده جيمس ماكلين قال له انا هسامحك على قتلك لامك، بس عمري ما هقدر انسى اللي انت عملته. انا اللي علمتك المشي وانت حفيد الغالي عليا وبحبك جدا، بس للاسف انت كسرتني وكسرت قلبي. واخته قالت له انت دمرتنا لما اخدت مني الشخص الوحيد المؤمن بيا واللي كنت بستمد قوتي دايما منه. ليه تاخد مني امي؟ ليه اخدتها من غير ما تديها فرصة حتى انها تتكلم؟ باسد اعتذر لاخته ولجده وقال ان الافكار والاحلام السيئة بتطارده كل ليلة وبتطير النوم من عينه، وان فعلا مفيش اي مبرر للي هو عمله في امه. مهما كان الكلام اللي عاوزين تقولوه فخلاص مفيش اي فايدة منه، وانا بتأسف لكم. عمته كاساندرا قالت ان ابن اخويا مختل ولازم يكمل اللي باقي من عمره جوه السجن
ده خطر على المجتمع كله. وكملت كلامها وقالت اصل اللي يعمل كده في والدته امال هيعمل ايه في الغريب؟ فانا مش بكرهه، بالعكس انا حاسه جدا بالشفقه عليه في الحالة اللي هو فيها. وبالمناسبة ان كاساندرا دي هي اللي بتهتم بالطفل الصغير نذير، وهي اللي واخدة بالها منه، وعلشان كده قالت انا مش عاوزة اشوف باسد مرة تانية، وانا ونذير اخوه بنقول له ان دي اخر مرة هتشوف وشنا فيها، واخر مرة هتشوف فيها كل عيلتك اللي للأسف كنا بنحبك من غير اي شروط. لين كالفاكا المحامية بتاعته قالت ان موكلي مريض عقلي وبيعاني من الانفصام والاضطراب ثنائي القطب، وكان بيسمع اصوات وبيشوف هلاوس من صغره، وان السجن مش هيساعده ابدا. انا عاوز اتدلع وما اتحضنتش وانا صغير، ولا خلاص بقى ما تقرفناش روح اتعدم ولا تنيل. المهم ان المحكمه شافت باسد مذنب بارتكاب جريمه القتل من الدرجه الثانيه، بمعنى ان هو قتل متعمد بس من غير سبق اصرار وترصد، واتحكم عليه بالسجن 25 سنة. ويا شريك العزيز يا متهور يا اللي رايح تقفل الفيديو، اصبر الصابرين بخير، الموضوع ما انتهاش، ده الموضوع شبه لسه بيبدأ. بعد مرور سنة من الحكم على باسد نكتشف ان باسد كان متجوز من واحدة اسمها فييرا ماكلين، والاتنين كانوا مخلفين طفل اسمه زامر. فييرا دي بقى غيرت اسمها بعد كده لزارا كومبز، وده ليه بقى؟ لان هي اكتشفت ان هي متجوزة قتلة. طيب حلو الكلام، مالها بقى الست فييرا ولا زارا دي؟ الست دي اتقبض عليها بعد سنة واحدة من الحكم على باسد في قضية والدته. حلو، بتهمة ايه بقى؟ بتهمة قتل ابنهم الصغير زامر اللي عنده 4 سنين. وتعالى بقى يا سيدي احكي لك المختلة دي قتلت ابنها ليه هي كمان. زامر ابنها الصغير كان بيحب المطبخ جدا، وكان بيحب باستمرار يقف معاها وهي موجودة في المطبخ. وفي يوم وهم واقفين في المطبخ الطفل الصغير ده وقع على الارض بيضة بالغلط. حلو تمام، بتحصل عادي، واخرهم كلمتين في جنابنا والموضوع بيخلص عادي. لا يا حبيب قلبي، دي امي والست والدتك اللي ممكن يعملوا كده. ولكن زارا جابت ايد المكنسة وفضلت تنزل على دماغ الولد لحد ما خلصت عليه. تسكت بقى على كده؟ اقسم بالله ما يحصل. راحت رايحة جايبة طبق بلاستيك وحطت فيه مية، وراحت ماسكة الولد وحطاه فيه. كاساندرا عمة باسد حكت لنا اللي حصل، وقالت ان الاتنين لما اتقابلوا كانت العيلة كلها رافضة جوازهم. ولا هم مش ضد البنت، هم كانوا خايفين على البنت من ابنهم باسد، من مشاكله وقرفه وحواراته، وكانوا مستغربين جدا هي شافت فيه ايه احنا مش شايفينه. وكملت عمة باسد دي وقالت ان هي ما شافتش الطفل زمر ده غير مرة واحدة بس، وكان عنده ساعتها اقل من سنة. وفضلت تتكلم بزعل جدا عن ان ازاي الطفل في السن ده يتضرب بالطريقة الوحشية دي، ازاي طفل اصلا يتضرب. وبعد اعتقال زارا بساعات قليلة غيرت كلامها كذا مرة. في الأول قالت إن الولد اتزحلق في فوطة مبلولة وراسه اتخبطت في البانيو وهي ما كانتش واخدة بالها، ولكن وبعد الضغط عليها ومواجهتها بالكدمات اللي في جسم الولد اعترفت بإنها ضربته بعد ما فات صبرها ما بينه وما بين ولادها التانيين. ما هي بالمناسبة كان معاها 2 غير ابنها زمر، واحد عنده سنة والتاني عنده شهر، واللي عنده شهر ده كانت جايباه من واحد صاحبها اسمه جماري ريتشاردسون. وبالمناسبة ان زمر لما وقع البيض على الارض ومسكت عصاية المكنسة وفضلت تضرب على دماغه، لما خلص منها خالص رجعت كملت شغلها عادي. في سجن رايكرز ايلاند السجن المركزي لمدينة نيويورك عملوا مقابلة مع زارا دي اللي كانت منهارة من العياط، وبتقول ابن راح مني وده كله غلطي انا حياتي انتهت على كده ومفيش اي حاجة هترجع زي الاول ابدا. انا كان عندي ضغط شديد جدا وكان عندي اكتئاب ما بعد الولادة. انا فعلا مش فاكرة ان ضربت ابني بعصاية المكنسة اصلا. انا كل اللي فاكراه مزيج من الدوشة الكتيرة جدا جاية من الدور الارضي لبيتنا، صوت التلفزيون العالي وصوت صريخ اطفال التانيين. وبتكمل كلامها وبتقول ان زمر كان معايا في المطبخ وبيساعدني في تحضير الغداء. هو كان بيحب المطبخ جدا وكان نفسه ان هو يطلع شيف، وانا فاكرة وهو واقف معايا في المطبخ وعمال يدندن. البيضة وقعت منه على الأرض فبصلي وما تكلمش، وأنا ساعتها قلت له ما تقلقش يا حبيبي ولا يهمك، تعالى ناخد شاور دافئ أنا وأنت. أنا على فكرة اعتذرت له وقلت له قد إيه أنا بحبه في الوقت اللي كنت بحطه فيه في الطبق البلاستيك اللي مليان مية. وكملت كمان على كلامها وقالت إنها وقعت قبل كده وهي نايمة وبترضع ابنها الصغير اللي عنده شهر، وصحاها صديقها جماري لما رجع من الشغل ولقى إن الولد الصغير فاقد الوعي.
سألها ماله الولد وايه اللي حصل له، قالت له انا مش عارفه اي حاجه وايه الميه دي اصلا، وعلى طول اتصل ب 911. ولما وصل المسعفين لقوا الولد فعلا فاقد الوعي ومش بيتنفس، وكان فيه ريم ابيض بينزل من بقه. حاولوا يسعفوه كتير في المستشفى، ولكن للاسف كان الولد انتهى. وكملت كلامها وقالت يا ريتني كنت ضربت راسي انا بالمكنسه بدل اللي عملته في ابني. الجيران كمان قالوا ان هي وصديقها جماري ده كانوا بيتخانقوا طول اليوم، وان تحديدا قبل اليوم بتاع الواقعه دي طلبوا لهم الشرطه بسبب المشكله الكبيره اللي كانت حاصله ما بين ولاده وولادها. لان جماري ده كان عنده ولد عنده 9 سنين، وجاب من زارة دي 2، وما شاء الله يعني كلهم دلوقتي في دار رعاية للأطفال. بأمانة الله انتوا مجتمع يسد النفس. وبس كده يا سيدي، وبكده تبقى انتهت بكهاتنا النهارده. كالعاده دعوتي المستمره ليك وليا ان ربنا يحميكم من شرور الاقدار وكمان من نفوس البشر. وبشكركم جدا على وقتكم المهم اللي سمحتوا لي يكون من نصيبي، والاهم والمهم ان انتوا تخلوا لي بالكم من نفسكم، ولحد ان شاء الله نشوفكم القضيه الجايه على خير. سلام.